الحمد لله رب العالمين. يا مالك الملك، يا مالك الملك، لك الحمد على فرض الطغيان من بلاد الشام وفرض الاستبداد. لك الحمد يا مستوجب الحمد دائما. لك الحمد أذهبت عن بلاد الشام كل أنواع الاستبداد وكل أنواع الطغيان. لك الحمد عاملنا بما أنت أهله. وسامح وسلم إلهي فأنت المسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وأشهد أن سيدنا وقائدنا محمدا رسول الله نادى في الأمة فقال إن الله ليملي للظالم، إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. سيدي يا رسول الله،
نشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الأمة وجاهدت في الله حق الجهاد حتى أتاك اليقين من ربك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد فيا أمة الإسلام ويا أهل حمص العدية ويا أهل سوريا المحررة، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لرحاب هذا المسجد، لرحاب سيدنا خالد بن الوليد، نحيي ونحيي انتصار الثورة السورية المباركة التي قلعت عروش الطغاة ووقفت على الطغيان في هذا البلد في سوريا. ولقد حسب أعداء الإسلام والمسلمين، حسبوا أن سيوفنا صارت خشبا، ولكنها عادت مدافع وصواريخ وطيارات الشاهين التي زلزلت عروش الطغاة في سوريا الحبيبة على أيدي شباب ولعوا لله حبا، على يد شباب اياديهم متوطية، على يد شباب وجوههم لله ساجدة، على يد شباب ازدحموا في الجماعة في صلاة الصبح في المساجد، حققوا أسباب النصر، فجاء النصر من الله الواحد، فجاء النصر من الله، إنه الله القدير سبحانه. وإننا لننادي في فرحنا هذا: انهض من قبرك يا خالد، احفادك في حمص تجاهد، انهض من قبرك واسمعهم كأسود تزدهر وتواعد، فعريضك تحميه رجال لم ترجع إلا للواحد، حملوا الأطفال بيمناهم ورسول الله لهم قائد، هم نادوا بشارهم الربا، والله لنا رب ماجد. يا سيف الله، يا سيف الله لنا رب، يا سيف الله لنا رب، حاشاه بأن ينسى العابد، أحفادك هم جند الله، ونريدك أن تبقى لنا قائد، ونريدك أن تبقى لنا قائد. إن النصر الذي أكرمنا به في سوريا التي أرادوها أن تكون عامرة بالاستبداد والطغيان وفي البعد عن الله سبحانه وتعالى وعن القرآن. الله أكبر، النصر يا رب، الحمد لله رب العالمين. الله أكبر. ولكن الله أرانا وأسمعنا خوار أبي جهل
النصر مسؤولية وأمانة في عنق كل واحد منا. هذا النصر الذي كان بعد سنوات وعقود من الآلام، بعد عقود من تغول المجرمين، من تغول المستبدين، أرادوا أن تكون الشام لهم، ولكن الله العظيم أراد أمرا آخر، أراد أن تبقى بلاد الشام هي مأرز الدين وهي مأرز الإيمان. ولكن بعد كل هذا الفرح وبعد كل هذا الكرم من الباري سبحانه وتعالى على كل واحد منا أن يلبس لباس الجندية في حراسة هذه الثورة حتى لا تنحرف عن مسارها. أن يلبس كل واحد منا لباس الجندية، أن يقف حارسا أمينا على ثورة جاءنا فيها نصر من الله وإعزاز من الكريم سبحانه. أسألك يا مسلم، هل كنت تتوقع هذا؟ هل كنت تتوقع هذا؟ ولكنه الله الكريم، تلك أفعاله. الحمد لله، الحمد لله على نصره وعلى تحقيق وعده، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الحمد لله ما ماتت بنا الهمم ولا ترفع فينا اليأس والسام، فإن يمت بنا عمل يولد بنا عمل، ما في عزائمنا حكم ولا هرم. الله أكبر. قالوا حاملوية فليحرق الظلم إن الظلم منهدم، ولتنتهي راية الإسلام شامخة، وفي ذرانا رسول الله يبتسم. إنكم يا أهل بلاد الشام، يا أهل سوريا، أيها المجاهدون، أيها الثوار، أيها الأبطال، ويا من بقيتم في هذا البلد على رباط وعلى طاعة المولى سبحانه، يا من بحرتم العالم بهذا الانتصار، إن علينا وقد لبس كل واحد منا لباس الجندية أن يظهر العالم بأخلاق الإسلام، أن يظهر الدنيا بأخلاق الإسلام وجمال الإسلام. الكل ينظر إلينا والكل يراقب ما نحن فاعلون. أيعقل بعد كل هذا الصبر وبعد عقود من الآلام أن نعصي الله سبحانه؟ أبعد هذا الكرم يليق بي ألا أكون في صلاة الصبح في المسجد في الجماعة، أن يليق بامرأة في مدينة خالد بن الوليد في أرض سوريا في أي بلدة كانت أن تتكشف امرأة بعد هذا الكرم وبعد هذا الفضل من الباري سبحانه. الله عز وجل، الله الكريم ينظر إلينا بعدما أنعم علينا، ينظر إلى توحيد صفوفنا، إلى ترابط صفوفنا، إلى الرحمة فيما بيننا، إلى التعاطف، إلى التكافل. الثورة يا إخوة والنصر مسؤولية، وكما سمعتم
وما بعد النصر ربما ما هو أشرس وربما هو أخوف. الخوف من ماذا؟ والشراسة من ماذا؟ إن أعداءنا لم يتركونا إلا يبقى كل واحد منا يقف حارسا، يقف مرابطا في أي مكان هو فيه، أن يقف مرابطا ثابتا حارسا على هذا النصر الذي أنعم الله سبحانه وتعالى به علينا. اليوم يوم البناء، اليوم يوم البناء في بناء الإنسان بعد هذا التجذر عبر عقود وعشرات السنين، بعد تجذر الطغيان وإرادتهم لإطفاء نور الله سبحانه وتعالى. بعد كل ذلك نريد أن نظهر الإنسانية وكل الدنيا بنظافة ثورتنا، بنظافة مدننا، بنظافة أخلاقنا. إن بناء الإنسان أولا الذي رباه الإجرام على هتافات صباحية ومسائية في تمجيد الطاغية، أن نبني الإنسان، أن نبني كل فرد في سوريا الحبيبة على القرآن والسنة، على هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم ماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وفي أول لقاء لسيدنا عبد الله بن سلام رضي الله تبارك وتعالى عنه، لما وصل إلى المدينة ينظر إليه سيدنا عبد الله بن سلام يقول: نظرت إلى وجهه فعرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ليس بوجه كذاب. فسمعت أول ما قال: أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا. أيها الناس أفشوا السلام وصلوا الأرحام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. بلادنا بحاجة إلى التعاطف، إلى التراحم، أن نتفقد إخواننا، أن نتفقد أرحامنا. هذا وقت التسامح والتصالح. وما كنتم وما كنا، وما كان منكم وما كان منا. اللهم كما أنعمت علينا بالنصر، كما أنعمت علينا بهذا الفرج، نسألك يا رب العالمين كما أنعمت فزد، كما أنعمت فزد، كما أنعمت فزد، ومن على كل بلد مستضعف بما أنعمت به علينا، أنت ولينا. أقول هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأحثكم على طاعته. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى من سار سيرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين بإحسان. اللهم يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته،
ولا هما إلا فرجته، وكما أنعمت علينا بزوال طغاة الشام فأنعم على كل بلد مستضعف بزوال طغاته. أنت أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. أدر علينا من بركات فضلك، وانشر علينا من خزائن رحمتك، وعد لنا منك بخير يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا ذا الجلال والإكرام. اشف مرضانا، داوي جرحانا، اترك عسرانا، تول أمورنا. نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. بس ايدك على المسجد استقيموا، أثابني وأثابكم الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما، وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، ولله جنود السماوات والأرض، وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات
والمشركات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. الله سمع الله لمن حمده. الله
ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة اللهم انت السلام وانت السلام تبارك وتعالى يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. نكون ملتزمين بالأحكام إذا افترضت نصلي صلاة الجنازة فورا. أحبابنا الكرام نصلي صلاة الجنازة وبعد ذلك من يصلي السنة ومن عليه صلاة الظهر ثم نتوجه إلى الساعة إلى ساحة الاعتصام. لكنها هذه الآن صارت ساحة النصر والتمكين وساحة الحرية. الحمد لله كانت ساحة الاعتصام والآن صارت ساحة العز. نتوجه إن شاء الله بعد صلاة السنة إليها. نصلي صلاة الجنازة 4 تكبيرات. بعد التكبيرة الأولى سورة الفاتحة وبعد الثانية الصلوات الإبراهيمية وبعد الثالثة الدعاء للمتوفى وبعد الرابعة السلام. ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا حسن الختام. قولوا آمين. آمين. خلي الله يذكر الله الله خلي الله يذكر الله الله. هو اللي ما قدرنا عليه بسبب الازدحام يا احباب. يقدروا نرجع اليها احباب. نرجع نصلي الجنازه الله يهدي هذا المتوفى الذي توفاه الله عز وجل مسلما. الذي توفاه الله عز وجل مسلما مؤمنا. نرجو له من الله عز وجل الجنه. يلا يا احبابنا اذا تركنا نصلي السنه يا احبابنا ان شاء الله. قربان الله نصلي السنه. نصلي السنه يا شباب ما نطول شيء ابدا. ننزل الان نعاهد الله ونسال الله عز وجل ان يرزقنا تطبيق وتحقيق هذا. الا نترك حكما من الاحكام الا ونقيمه ما فرض على الواحد منا. الان لن ننتظر احدا. كل واحد منا مسؤول عن تطبيق احكام الله عز وجل في نفسه وفي بيته. يا احبابنا اقيموا حكم الله عز وجل في انفسكم وفي بيوتكم. وبعد التكبيرة الرابعة
بعد تكبيرة الإسلام بعد تكبيرة الإسلام صلوات إبراهيمية رجع. شكرا لكم لمشاركة هاي اللحظة. أنا حلبية وعايشة ما لاحقت أقرأ. عم أقول لكم مال الله خلوا بس. وشكرا لكم لأنه شاركتونا هاي اللحظة بالتعليقات. بعمره ما صار 800 ولا بعمره 100 200 بصير مليونين غالي. صلاة السنة إخواني كانت تستمر في تلك الساعة، ساعة الحرية، ساعة النصر. إلى هناك. خلص رح اسكر بس بدي اروح على الصلاة.